السلام عليكم. احنا النهارده في كمباوند الخمائل الشيخ زايد في شقة المستر هيثم. هو حابب يقول رأيه معانا في شغلنا وموعدنا في التسليم. اتفضل يا باشمهندس. والله يا احمد، طبعا احمد هو مش غريب علينا. احمد من الناس اللي قريبه مننا من زمان. احمد شغله ما شاء الله بيتكلم عنه، مش محتاج ان حد يقول عليه اي حاجه بصراحه. ربنا دي يخليك. مش اول مره احنا نتعامل معاه، اخواتي كلهم تقريبا وكل معارفنا. الصدفه جمعتنا بيه في البدايه من شغله على النت، لكن في النهايه صراحه مطلع شويه شغل انا نفسي ما كنتش متخيل انها يطلعوا بالجوده دي. ربنا يمكن يخليك. كل الصور بجد والله مش مجامله، الصور اللي انا بعتها له والفيديوهات هي اللي طلعه، والتعديلات اللي هو عملها عليها هي افضل من الاصل. الاوضه دي نفسها، الحاجات اللي انت دخلتها عليها والتعديلات اللي انت عملتها عليها، انا نفسي كنت بقول له انت ليه عملت كده؟ بعد ما شفتها لقيتها هي احسن بكتير من اللي هو اللي انا كنت بعته له وعمل. بجد يا احمد انا والله مش عارف اشكرك ازاي. ربنا يخليك. كفايه طولة باله، صبره. دي تاني مره يجي لي عشان حاجات صغيره يعلقها لي يظبطها لي، مع ان بعد المسافه والكلام ده من مكانه لغايه هنا. لكن بصراحه الواحد كسب اخ بجد بعد التجربه دي، ربنا وشخص يخليك. محترم يستحق بجد 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 ان كل الناس يعني تبقى معاه وتدعمه. وانا عن نفسي لو عملت 1000 عفش بعد كده تاني مش هفكر غير في احمد داوود. ربنا يوفقك يا احمد وتستحق الخير كله. ربنا يوفقك.